السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالأصدقاء الأوفياء عبر ام دي ام 13 بريس اللي هو موقعكم وموقع الجالية المغربية في كل مكان. في هذا الفيديو الاخوان الكرام غنتكلموا على حصيلة المحترفين المغاربه اللي كيتألقوا في جميع انحاء العالم. ايضا كما عارفين يعني اقتربت اللائحه النهائيه لوليد الركراكي، وكل اللاعبين كيجتهدوا كلهم باغيين فرصه في هذا المنتخب المرشح لمنافسه كبرى والفوز لملف كاس افريقيا المقبله. فهناك يعني العديد من اللاعبين اللي كيلعبوا اول دقائق ديالهم، غنكتشفوا في هذا الفيديو شكون هاد اللاعبين. وايضا غنتكلموا على واحد الموضوع اللي هو سيء هاد العنصريه اللي تعرض لها مروان السنادي في اول ماتش اساسي ديالو مع فريق اتلتيكو بيلباو. وايضا غنتعرفوا في هذا الفيديو علاش الزياره، يعني الاسباب زياره جيرار بيكي الى المملكه المغربيه الشريفه. كل هذه المعلومات في هذا الفيديو، فمرحبا بكم. السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد الاخوان الكرام. في هذا الفيديو كما وعدناكم كل اسبوع كنفتتحوا يوم الاثنين بحاصله المحترفين عبر تشكيله مثاليه اللي كيختارها طاقم ام دي ام 13 بريس. والتشكيله لهذا الاسبوع هي التاليه. في هذا الاسبوع مره اخرى منير الكجوي كافضل حارس مرمى. الفريق نهضة بركان متصدر البطولة المغربية كما كتشوفوا في الصورة، 52 نقطة، بعيد كل البعد على الفريق الثاني اللي هو الوداد البيضاوي. أنا كنتشجع اتحاد طنجة اللي هذا الأسبوع وصل المرتبة التاسعة بعد الفوز ب4-2. انتم يعني كل واحد يقولنا الفريق اللي كيشجع واش من مرتبة متواجد. كظهير ايمن هذا الاسبوع اخترت اشرف حكيمي اللي فاز على زميل ديالو في المنتخب زكريا بوخلال بنتيجه مقلصه ب1-0 اللي كانت كافيه باش يفوزوا ب3 نقاط. ايضا كظهير ايسر هذا الاسبوع واللي اول مره كيشارك في نادي ايس روما انس صلاح الدين، اللي ان شاء الله يكون ضمن يعني تفكير وليد الركراكي في هذه الايام المقبله. لاعب كما عارفين يعني كيمثل المنتخب الهولندي في الفئات الصغرى، وبامكانه تمثيل المنتخب المغربي، وممكن يكون الجديد في التشكيله. كقلب دفاع واخا لاعب كيلعب ظهير ايمن مار الهلالي اللي يقدر يكون حل وليد الركراكي في هاد الغيابات الكثيره في خط الدفاع. لاعبين مصابين ولاعبين اللي يعني كبروا في السن كغانم سايس او يونس عبد الحميد او جواد اليميق، يعني اغلبيه اللاعبين غير جاهزين لهذه التحديات المقبله. كقلب دفاع سفيان امرابط اللي واخا ماشي هو البوست ديالو كقلب دفاع، ولكن خوسي مورينيو مدرب فنرباتشي كيستعمل هذا اللاعب المغربي كقلب دفاع في تشكيله 3-4-3. وليد الركراكي يقدر يستفد من هذه الخبرات سفيان امرابط ويستعمل سفيان امرابط كحل لهذا المشكل في دفاع في خط المنتخب الوطني المغربي. وسط الملعب هذا الاسبوع بامتياز انجليزي من دوري الدرجه الثانيه الانجليزيه، عمران لوزا اللي دائما متواجد معنا في هذه التشكيله المثاليه، ساهم بتمريره حاسمه باش يفوزوا ضد ميدلز براوتش بهدف وحيد. ايضا تالق لاعب الياس شعير بعد التسجيل ديالو بهدفين ضد فريق ديربي كونتري باش يفوزوا بهذه المباراه ب4-0. وسط الملعب انجليزي، اما الاجنحه هذا الاسبوع فرنسيه الياس بن صغير اللي ساهم بهدف واللي عاد الى تشكيله الفريق ايس موناكو بعد الفوز ب7-1 ضد فريق نونتس. الجناح الاخر سفيان ديوب اللي ساهم الفريق بفوز ب3-1 ضد لوهارف ب1-3. لاعب اكتفى فقط بنص ساعه باش يسجل الهدف. هذا اللاعب كنتكلموا عليه مؤخرا كثيرا، دائما متواجد في التشكيله المثاليه. كنتوقع بان يقدر يكون المفاجاه في اللائحه المقبله. ما عارفين يعني يكون هناك العديد من الغيابات، وهذا اللاعب جاء مع المنتخب المغربي ولكن ما عملش الديبوت ديالو لان كانت عنده اصابه وغاب على المنتخب المغربي. وسط الملعب انجليزي، اجنحه فرنسيه، والهجوم تركي ويوناني. ايوب الكعبي اللي سجل دوبل، يعني سجل الهدفين هذا نهائي الاسبوع ضد بانسيرايكوس 0-4. لعب فقط نصف يعني 60 دقيقه
ما لعبش كل مباراه، كانت كافي باش يسجل جوج الاهداف وضيع ضربه جزاء اللي كان يقدر يسجل هاتريك. هاد الاسبوع هاد المنافسه الكبيره كاينه مع يوسف النصيري، الاول اخر اللي سجل هدفين في هذه المباراه ضد كاسيم باشا 3-1. يوسف النصيري حاليا هو ثاني اكبر هداف في الدوري التركي. فنتكلموا على الاخبار اليوم الاخوان الكرام، كل التضامن مع المغربي مروان الصنادي المنتقل الحديث الى نادي اتلتيكو بيلباو. لاعب صراحة أول دقائق اللي يشارك مع فريق بيلباو كأساسي، سبق له شارك بعض الدقائق في المباراة في الأسبوع السابق، ولكن هذا الأسبوع نيستي فالفيردي بغى يعطيه يعني الثقة أكثر. لاعب شارك تقريبا كل مباراة 78 دقيقة. اللاعب يعني كان خطير في هذه المباراة واكتشاف جديد للجمهور المغربي، لولا العنصريه اللي تعرض لها في هذا الماتش هذا لسوء الحظ. يعني بعض الاشخاص، يعني 4 اشخاص ما يوسخوش كل كره القدم وكل التضامن لهذا اللاعب اللي صراحه بغينا نشوف منه اكثر، ويعني صعب الامور على وليد الركراكي في الاختيارات المقبله. لاعب شاب 24 سنه، مهاجم رسمي في الدرجة الأولى الإسبانية. مباراة ما بين مغربيين بامتياز، فيعني اعتدنا مؤخرا نلاحظوا بأن هناك العديد من اللاعبين المغاربة اللي كيشاركوا في المباريات القمة في الدوريات الأوروبية كلها، يعني في الدوريات الإسبانية الإنجليزية والفرنسية. يعني صراحة احنا هم المستفيدين الأوائل. عمر الهلالي اللي كنظن بأنه يكون يعني الجديد اللائحة المقبلة إن شاء الله، ومروان الصنادي اللي بطبيعة الحال خصو يتنافس وخصو يسجل العديد من الأهداف باش يكون متاح لوليد الركراكي. فتكلمنا بان يعني كانت هناك هناك العديد من اللاعبين اللي يشاركوا اول دقائق ديالهم في المباريات. مروان الصنادي يشارك اول مره اساسي، ماشي اول ماتش عنده مع فريق اتلتيكو بيلباو. ايضا رايان بونيدا، هذا النجم الصاعد 18 سنه اللي كيمثل المنتخب البلجيكي، صنع عقد طويل مع فريق اجاكس امستردام بعد ما هذا اللاعب يعني كان كيضغط على الاداره اجاكس باش يغادر. في النهايه كان هناك اتفاق، اللاعب جدد العقد ديالو، عقد اللي طويل حتى سنه 2028. اللاعب اللي ان شاء الله نشوفوه في صفوف المنتخب المغربي ان شاء الله. ايضا تكلمنا على انس صلاح الدين اللي شارك اول ماتش اساسي 78 دقيقه ضد اف سي بارما اللي انتهت ب0-1. ايضا اسام ترغالين اللي شارك اول دقائق ديالو في اخر ماتش في الدوري الهولندي، لعب يعني دقائق قليله في نهايه المباراه، 5 دقائق كافيه باش اللاعب يدخل في يعني في المنافسه ويدخل في اجواء الدوري الهولندي. نتكلموا حاليا على زيارة جيرار بيكي إلى المملكة المغربية الشريفة. اللاعب اللي زار يعني الياس الملكي، هذه الشخصية المحبوبة عند الكثير ومكروهة عند الكثير، يعني كل واحد عنده الرأي في هذا الشخص هذايا، ولكن ما يحقق صراحة يرفع له القبعة لهذا الشخص اللي كروج صراحة أفضل من العديد من المؤسسات الأخرى. صراحة يعني شخص عادي استطاع يقوم بكل هذه الأمور، فبرافو لإلياس. هذه الزيارة كتجي بعد ما كاين هذا الاختراع والافتتاح أو يعني تأسيس نادي مغربي، من بعد يكونوا تفاصيل اكثر، اللي هو اولترا شميشه. كاين واحد المنافسه جديده اللي عاد تكون في هذه السنه، لحد الساعه باقي ما تحددوش يعني التوقيت في نهايه اللعب. يعني اللي كل ما عارفين هو بان كاين منافسه جديده وكيتاهلوا يعني من كل دوله العديد من الانديه. فمن الانديه يعني من الكينغز ليكس الاسبانيا كاين جوج الانديه، خيخانتيس وبارسينوس اللي هما الابطال ويعني الثاني في المنافسه اللي كانت باسبانيا. ايضا كاين بالبرازيل، ايضا كاينه بايطاليا، امريكا. يعني كاين منافسات جديده اللي خصها تخترع يعني في دول جديده. فاحنا متواجدين في ويلد كارت، يعني في العديد من الانديه اللي غيكونوا من العالم، يعني اللي غيكونوا انديه من دول اللي ما عندهمش مؤسس هذا الدوري الملوك ان شاء الله. يعني كاين مخطط ايضا باش يكون دوري الملوك بالمملكه المغربيه، ولكن لحد الساعه يعني نكتفيوا بالمشاركه الفريق الياس المالكي
الترا شميشه لحد الساعه باقي ما عارفينش يعني اللاعبين اللي غيكونوا هاد الفرقه، ما عارفينش واش غيكونوا انديه اخرى مغربيه ولا لا، ما عارفينش واش غتكون المنافسه لهاد كاس الملوك هاد السنه ولا لا، ولكن كل هاد الامور غتتضح مع مرور الوقت ان شاء الله. اتمنى يكون عجبكم الفيديو الاخوان الكرام، اذا كان كذلك ما تبخلوش علينا باللايكات، تعليق، البارطاج، كل هاد الامور جد مهمه للقناه وكتساعد الفيديو. كنشكركم جزيلا لحسن المتابعه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. شكرا والى اللقاء.